في المقابر لحد ما بقى صاحب أشهر فرن في القاهرة وكمان أشيك فران في مصر كلها. كلامنا عن أسد المعلمين، وده شهرة المعلم محمد إمام واللي بقى نجم السوشيال ميديا كمان. بيركب أغلى عربيات ولابس خاتم ذهب على شكل أسد وعنده مكتب فخم بيراضي المحتاجين والفقراء، وعنوانه في الحياة ببركة بسم الله. تعالوا نشوف قصته إيه. المعلم محمد إمام هريدي المشهور باسم أسد المعلمين ده بقى شخصية مميزة قوي في عالم المخابز الشعبية في منطقة عابدين والسيدة زينب، وصاحب فرن المعلم. وكمان المعلم محمد إمام بقى شخصية مشهورة في عالم السوشيال ميديا عشان الفيديوهات اللي بيعملها وبينشرها على التيك توك، وبقى ليه متابعين وجمهور كبير وصل ملايين بيتفاعل معاه. المعلم محمد إمام اتكلم عن بداية حياته الصعبة جدا وعن أبوه، وما اتكسفش لما قال في فيديو نشره على حسابه إن أبوه كان راجل مكافح وشقي كتير وكانوا بيناموا في المقابر، وقال كنا بنستلف الربع جنيه بس ربنا ما يديش مفتري. واتولد المعلم محمد إمام في أسرة ليها تاريخ كبير في صناعة العيش البلدي، وورث المهنة دي عن أجداده. أبوه اتعلم سر العجين والطريقة الصح لصناعة العيش عشان يطلع أحسن حاجة. وورث أسد المعلمين الفرن البلدي ده اللي عمره أكتر من 100 سنة عن أجداده أبوه اللي رحل في سنة 2019 عن عمر 72 سنة. ولكن محمد إمام طور في الفرن ووضبه وخلاه من أحسن وأنظف الأفران في القاهرة، والعيش عندهم أحسن حاجة ممكن تشوفها، وعليه إقبال كبير من الزباين، وكمان بيوزع عيش على أشهر المطاعم في القاهرة. ولفت المعلم محمد إمام الأنظار ليه باللبس بتاعه اللي بينزل يشتغل بيه في الفرن، وبينوع في لبسه ما بين الجلابية والعباية والفورمال، وبيشرف بنفسه على الخبيز ووزن الرغيف، وبيمسك عصاية الفرن ويدخل العجين بإيده جوه الفرن ويطلعه عيش وهو لابس لبس شياكة. وده ظهر في فيديوهات كتير ليه على التيك توك، وده من أسباب شهرته. ومن الأسباب اللي خلت محمد إمام هريدي شخصية معروفة على السوشيال ميديا وبالخصوص على تيك توك هو تفاعله مع الجمهور من خلال فيديوهات قصيرة بتتكلم عن حياته اليومية في الفرن والكواليس بتاعت خبز العيش واللقطات الطريفة مع الزباين والعمال. والنوع ده من المحتوى في عالم السوشيال الجمهور بيحبه قوي لأنه بيحب القصص الإنسانية الحقيقية أكتر من القصص التقليد. والجمهور حب فيديوهات محمد إمام لأن فيها ضحك وهزار ولقطات إنسانية كمان. وواضح جدا إنه دايما المحتاجين والفقراء بيروحوا للمعلم محمد إمام عند الفرن، وعمره ما كسر بخاطرهم وبيراضيهم على طول، وهو بيحب كده عشان يفضل ربنا واقف معاه وستره ويرزقه. وكمان ظهر المعلم محمد إمام في أكتر من فيديو وهو راكب عربيات حديثة زي المرسيدس والكيا والأودي، ده غير إنه لابس خاتم ذهب على شكل أسد، وكمان لابس اسوره ذهب في ايده، ده غير المكتب الفخم بتاعه والعصايه المذهبه اللي ظهر بيها في فيديوهات كتير على السوشيال ميديا. وفي النهايه قصه المعلم محمد إمام اللي جابها من تحت الصفر تخلي اي حد ياخد باور ويبقى عنده حماس ويحاول يشتغل ويطور من مهنته، واكيد ربنا هيوفقه.